السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هعمل معاكم النهاردة الملوخية الخضراء بتاعت جدتي كده، بتاعت زمان، بالطريقة الفلاحي، من ألف للياء كده بكل تفاصيلها. وهعمل معاها الرز العربي اللي هو بالسمنة البلدي، حاجة كده عسل ما شاء الله، مفلفل حباية من حباية. وهعمل معاكم الفراخ المقرمشة اللي هي جميلة جدا وطرية من جوه ومقرمشة من بره. هنا معايا الملوخية. هبدأ ان انا قطفتها ومسكتها مسحتها كويس لان هي مش محتاجة غسيل. قطفتها وهنخلطها دلوقتي مع بعض. اول حاجة كده هنسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبدأ معانا ايه نجهز في الايه في الملوخية. بصوا هنا دي الملوخية الفريش جميلة جدا، وورقها عريض ازاي وجميل بصراحة، احسن من الاكياس والمجمدة ديت ب100 مرة. هنخلط هنا الملوخية مع بعض كويس. انا بصراحة ما بفضلش ان انا اعملها في الكبة. الكبة بتخليها عاملة كأنها عصير كده وسايحة في بعضها، لكن المخرطة دي بتخليها حبيبات كده وجميلة جدا بصراحة، ومفرفطة كده من بعضها ومش معجونة. والريحة بتاعت الملوخية بتطلع كده وانت بتخرطيها، بتشمي لها ريحة، غير لما بتعمليها في الكبة كده كأنك بتعملي حاجة عصير كده على السريع. لكن الخرط كده بالمخرطة هي تاخد منك 10 دقايق، وقت شوية، بس انت هتحسي بفرق كبير جدا في الطعم وفي الريحة لما تعمليها بالمخرطة. خلاص كده خلصت معايا هنا ونعمتها كويس جدا. شوفوا عاملة ازاي، مفرفطة كده من بعضها وجميلة جدا، احسن ما تكون معجونة كده في بعضها وملزقة. ما شاء الله عليها، جميلة جدا، والا الريحة تحفة. خلاص كده يا حبايبي، بصوا قوامها بقى عامل ازاي. بصوا كده ما شاء الله عليها، مفلفلة كده من بعضها، ولا لازقة ولا معجنة ولا اي حاجة. وبيفضل خضرها لحد ما تطبخ ولحد ما تخلص بتفضل خضرا. اللي بتتعمل في الخلاط دي بتسود. ما شاء الله عليها، جميلة جدا وريحتها تحفة. هنا بقى عندي الشوربة، هنجهز الشوربة اللي هنسقط فيها ايه الكمرة ديت. الدقة بتاعت الملوخية عندي 5 فصوص توم، و5 قرون شطة او فلفل رومي عادي براحتك اللي انت عايزاه. هعملهم في الكبة مع بعض، وهنزل بهم هنا على الشوربة، واسيبهم يغلوا حوالي 10 دقايق كده لحد ما التومة والفلفل ده يستوي وريحتهم بقى تبدأ تطلع. ما تنسوش يا جماعة، لو أول مرة يشوف القناة بتاعتي يعمل لي اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم، عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. وهستنى منكم كومنتاتكم وتعليقاتكم جميلة. بصوا هنا الملوخية ما شاء الله عليها بقى، نزلت عليها على الدقة ديت بالشوربة وهي بتغلي. بصوا خضار الملوخية عامل ازاي وجميلة جدا. هنا بقى الوش كده بتاع الملوخية بعد ما غلت كده مع الشوربة، ده حاجة اسمها ريم كده بتطلع على الوش، لازم نشيله. بنلمه على بعضه كده ونشيله بالمعلقة او بأي حاجة، يعني حاجة بسيطة كده وعادية خالص. ما شاء الله عليها، يعني لسه ما بتعملهاش التقلية بتاعتها، وريحتها تحفة وجميلة جدا. وعندي هنا 5 فصوص توم، عاملاهم بالمبشرة الصغيرة كده او دقاهم، وعليهم معلقة دهنة ومعلقة زيت. هحمرهم كده في الدهنة ديت، وهنزل بقى بيهم اطشهم على الملوخية. مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي، بصراحة جميلة جدا. ما شاء الله الريحة عسل. الملوخية دي والله من الأكلات الجميلة، والناس مش بتزهق من أكلها، وأكلتها سريعة جدا ولا مكلفة ولا أي حاجة. يعني انت هتقطفيها في 10 دقايق، هتخرطيها في 10 دقايق، هتطبخيها في 10 دقايق، يعني الأكلة كلها هتعملها في نص ساعة، مش هتاخد منك وقت خالص. بصوا قوامها عامل ازاي، ولفة كده وما شاء الله عليها.
هنا ده عندي عيش فلاحي ملدن، جميل جدا. يعني ايه اللي هو العيش الفلاحي اللي بيتخبز، وفي منه ملدن كده. فكان عندي شوية بصراحة، قلت بقى ايه اسقيهم. طبعا الشعب المصري بيحب التسقية بتاعت الملوخية، وفي ناس بتحبها بالرز وملوخية كده عادي. فاحنا بقى بنحبها بالتسقية. فسقيت بقى شوية عيش كده ونزلت عليهم بالملوخية بعد ما اتهوت شوية من البخار عشان ما تتعجنش. وبنزل العيش كده بالمعلقة لحد ما ايه، يتغطى كله بالملوخية. وبغطيها حوالي 10 دقايق كده لحد ما العيش يشرب الملوخية. بصوا هنا قوام الملوخية عامل ازاي، ما شاء الله عليها تحفة. دي الملوخية اللي انا جبتها معاكم في الفيديو المشتريات، فقلت اعملها منها وهي طازة كده واعملها قدامكم واوريها لكم. ما شاء الله عسل، والريحة بتاعتها جميلة ومسكرة جدا. وهنا الرز العربي اللي انا جايباه ووريته لكم، الرز الفلاحي. بتشوحيه في معلقتين سمنه بلدي وتنزلي عليه بشويه شوربه، وخلاص على كده. ما شاء الله عليه، مفلفل حبايه من حبايه ولا معجون ولا اي حاجه. والريحه بتاعته جميله، بيلمع لمعان والله حكايه. يا ريت يا جماعه اللي يشوف الفيديو ما يبخلش عليا بلايك واشتراك في القناه لو اول مره يشوفني. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، واحلى لايك منكم بقى. بصوا هنا الفراخ عامله ازاي، قلبها ما شاء الله عليه طري، والنسيج بتاعها مستوي جدا ومقرمشه كده من بره وجميله. وقليت شويه شطه كده حطيتهم على وش الفته بتاعت الملوخيه، عسل.